صباح الخير، جبنا لكم أروع وصفة كرواسون بدون بيض، بدون عجن، بدون طحين، بدون زبدة، بدون ولا شيء، بأشياء بسيطة وسهلة وتقدرون تعملوها بدقائق. لما تكونون حيجيكم خطار أو أي أحد يدخل على بيتكم حتفاجئوه بهاي الوصفة بخلال دقائق. أنا استعملت أشياء جاهزة حتى تكون الأشياء سهلة عليكم، وطريقة العمل للبنوتات وللقمرات اللي موجودين بالبيوت يقدرون يعملون أروع كروسو، حتتفاجئون من النتيجة. هاي الأشياء فقط اللي حنستخدمها اللي هي عجينة الكاهي الجاهزة، مع هاي العلبة من الكاكاو ومع ربع كاسة من القطر. هاي فقط هي كل مكوناتنا لهاي الوصفة. العجينة بالبداية لازم تكون لينة، يعني تطلعوها قبل بساعة من التجميد، وتقصوها إلى جزئين ويكون كل جزء منها مثلث. وبعد ما تقطعون كل القطع للكاهي نبدي نحشيها. شوفوا بنات، الطريقة جدا سهلة وسريعة وما تحتاج أي صعوبات، أي وحدة تقدر تعملها. ناخذ معلقة من النوتيلا أو الكاكاو، أي نوعية أنتم تفضلون، ونقوم باللف فقط، وندهن طرف الأخير للعجينة بالقطر حتى لا تتفتح معانا. هذه القطر يكون سميك. بنات، إذا وصلتوا لهاي اللقطة رجاء لا تنسون اللايك والتعليق الحلو منكم، وإذا كنتم من المشاهدين الجدد يا ريت اشتراك. بنات، وصفة جدا سهلة للعصرونية أو لأعياد الميلاد، للفطور الصباحي. هي سهلة جدا. إذا حبيتوا مكان الكاكاو خلوا القشطة أو القيمر. شوف بنات، سهلة جدا. وعلى ورق الزبدة ما شاء الله روعة وسهلة العمل. لاحظوا القطع ما شاء الله عليها، ولصقناها كلها بالقليل من الشيرة أو القطر بالنهاية حتى لا تتفتح معانا الوصفة. وبعد ما صفطنا جميع القطع بالصينية حنضيف عليها فقط رشة، تقريبا معلقة أكل من الزيت الطعام. شوفوا بدينا ندهنها بمعلقة طعام فقط من الزيت، وعلى فرن ساخن مسبقا. أأكد أنه لازم الفرن يسخن قبلها ب15 دقيقة على الأقل. هاي الفرن كان مشغل على من الأعلى والأسفل، وخليناها لمدة 5 دقائق فقط بالفرن. وبعدها شوفوا جمال الكرواسون، ولا تصدقون انه هذا معمول بالبيت، ينافس الجاهز واطيب. بعد ما نطلع الوصفة من الفرن ندهنها بنفس القطر اللي موجود معانا حتى ينطي حلاوة ولمعة حلوة للوصفة، مع كوب شاي أو كوب من القهوة، وحتاخذون أطيب كرواسون منزلي. ونتمنى لكم الصحة والعافية بنات. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وأي وصفة أنا حاضرة اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله أعمل لكم كل الوصفات. شوفوا بنات، هذا القطر يكون سميك، وبعدها على صحن التقديم. شوفوا الجمال والحلاوة ما شاء الله روعة. وبالضبط طولت مع الشوي بحدود أقل من 20 دقيقة، تقريبا 15 دقيقة، وكانت هاي الوصفة معانا جاهزة مع أحلى كوب من الشاي. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسونا من التعليق والاشتراك بالقناة، وأهم شيء الدعاء الحلو منكم. استودعكم بحفظ الرحمن، وأترككم مع هاي اللقطات الرائعة والجميلة مع هاي الوصفة. إلى اللقاء بنات.
شوفوها هاي من الداخل روعة.